وصفتنا اليوم هي كيكة، بس كيكة مميزة بنكهة البردقان. بدنا نستغل هلأ موسم البردقان، وهالكيكة إن شاء الله إذا تابعتوني لآخر الفيديو رح تشوفوا كيف بدها تطلع معنا هشة وقوام مرتفع مثل ما نكون شايفين بهذا الشكل. نكهة البردقان طاغية عليها، يعني كيكة ولا أروع. بتمنى تتابعوني لآخر الفيديو لحتى نشوف كيف بدنا نساويها وشو المقادير بالضبط حتى تطلع معنا بهالشكل وناجحة. تدعولي عليها إن شاء الله. يلا بسم الله نبلش. طبعا بيلزمني أول شي 3 حبات من البيض متوسطة الحجم، وبنحتاج للسكر 1.5 كوب، نضيفه بالتدريج وبنخفق منيح البيض والسكر. طبعا 1.5 كوب بيطلع عنا حلاوة الكيك مزبوطة ومانا كتيرة. للي بيحب تكون الحلاوة أو السكر بالكيك أقل من هيك ممكن إنه يحط كوب بدال 1.5 كوب. طبعا بيضل أخفق أنا لأخلص من كمية السكر ولحتى يصير عندي قوام بهالشكل مثل ما شايفينه، لونه فتح، كمان الحجم عندي بيتضاعف. خلصت كمية السكر والخفق. هلا بدي أضيف الفانيلا معلقة، بعدين بدي أضيف المكون الأساسي لهالكيكة واللي بيعطيها نكهة قوية هو برش البردقان. بردقانتين طبعا برشتن، بيعطي الكيك نكهة قوية من البردقان، وهذا هو المطلوب طبعا. رجعت خفقت. طبعا هون أنا مثل ما انكم شايفين عم ضيف كل المكونات السائلة. وهلأ بدي أضيف الزيت، نضيفه بالتدريج كمان بهالطريقة على شكل خيط، وبخفق بنفس الوقت. 1/2 كوب من الزيت، زيت النباتي. وكمان بدي أضيف أثناء الخفق 1/2 كوب كمان من عصير البردقان لحتى تصير عنا نكهة البردقان بالكيك ظاهرة كتير وطيبة. بقي عندي مكون سائل هو الحليب. بدي كوب من الحليب الدافئ. آخر مكون. وهلأ بنتقل للمواد الجافة عشان نضيفهم لهالمكونات كلها. بحتاج من الطحين ل2.5 كوب طحين، من 2.5 كوب ل3 أكواب حسب الطحين اللي انتو عندكم، بحيث انه الخليط ما يطلع عندي سائل زيادة. الأفضل انه ننخل الطحين طبعا حتى ما يضل عنا هوا بالكيكة.
دخلت طحين. هلأ بضيف معلقة من البيكنج باودر، بحركن تحريك. طبعا ما بدي هيك حركن كتير، تحريكة خفيفة بهالشكل لحتى يختلط عنا الطحين بالمكونات السائلة. وهلأ آخر مكون عندي وهو سر ارتفاع الكيك وهشاشته. عندي معلقة من الخل ضفتلها ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. شفتوا هالتفاعل اللي حصل عنا؟ هذا مفيد كتير مثل ما قلتلكن لارتفاع الكيك وهشاشته. حركن هيك تحريكة. بكون بهالأثناء أنا مجهزة قالب اللي بدي صب فيه الكيك. طبعا هالقالب هذا ارتفاعه 25 سنتي ونص تقريبا. دهنته بالزبدة وفيكن تدهنوه بالزيت. صب الخليط وبدخله على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لحتى نشوف عنا. نختبره طبعا بعود خشبي تبع الشيش حتى نشوف إذا معلم عنا من الكيك معناتها استوى. حسب كل فرن قديش بياخد وقت. وهاي الكيكة صارت جاهزة مثل ما قلتلكن. الريحة بتطير العقل بالبيت، ريحة البردقان وهشاشتها من جوا وارتفاعها يعني ناجحة 100%. بتمنى تكون عجبتكن هالوصفة، بتمنى انكم تجربوها، ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. شكرا للمتابعة وصحة وألف عافية.